النهارده بقى يا جماعه احنا في لا مؤاخذه كان سادس او سابع ريفيو اعمله في حياتي كلها. النهارده احنا في الريفيو رقم 300 وهنجرب لا مؤاخذه تاني، وبقول لك ايه ادخل شوف بس بقى. فاحنا جربنا بقى حاجات كتير عندهم، منهم اللي هو الطاجن السبيشال، ومنهم الكيس الحراري اللي بتفضيه مع الرز والكلام ده كله، كذا حاجه. تعالوا نبدا حاجه حاجه ونشوف كل حاجه. خلاص دي متشوق ان انا افتحها. يا لهوي، دي صينيه ميكس سي فود فيها جمبري مشوي وجمبري مقلي وبلح بحر وكابوريا وفيليه مقلي. نفس الكلام، في حاجات بتتكرر هنا وفي حاجات بتتكرر هنا. تعالى نبدا عشان الموضوع خطر وبقالي كتير ما عملتش سي فود. تعالى بقى اقول لك الصينيه الثانيه دي بقى حاجه كده يعني ايه. هي دي مش طبق مكرونه، هي دي صينيه مكرونه بالسي فود. انا حابب ابدا بايه؟ ايه ده؟ دي مكرونه ميكس سي فود. بيعمل الجمبري، بعد ما بيعمل الجمبري بيروح رافع الجمبري وحاطط معاه المكونات بقى بتاعت الوايت صوص، منها الفلفل مع البصل مع الثوم، وينزل عليهم الوايت صوص ياخدوا منهم طعم الجمبري. بعد كده يحط المكرونه، بعد كده يميكس كل ده في بعضه، يدخله بقى يديله بقى ايه من فوق موتزاريلا، تخرج لك انت بقى تحس طعم ميكس سي فود داخل في كل حاجه فيها، من اول الصوص للمكرونه للسي فود نفسه. هناخد ايه؟ بلح بحر، واحده جمبري مقلي على جمبريايه ذات نفسها. لفظ بس مش مخليني متحكم كويس. خدها بقى مع ايه؟ مع رز، نروح حاطين الجمبريه دي فوق مع حته فيليه كده. مرعب. السي فود فيها مستوي حلو قوي، ومش واخد بقى بهرجه ولا معمول بصوصات ولا معمول باي حاجه. هو يا مشوي يا مقلي يا معمول بالبصل والفلفل ومتشوح. واللي عاجبني قوي ان الرز واخد من طعم السي فود قوي، عشان برضه هم لما بييجوا يعملوا الرز بعد ما بيسووا الحاجات اللي بتستوي في الطاسه يروح منزل لك الرز اللي بيتحط فيها ويبتدي يسويه لك معاه. تخيل انت بتاخد الميكس طعم كل حاجه فيها سي فود. وعاجبني انه سيمبل، يعني هادي، تحس انت تعرف تاكل منه كتير قوي وما تحسش ان هو تقيل خالص. ده بقى مش انا كنت فاكره في الاول هو ده المكرونه بالوايت صوص. دي الصينيه المكرونه بالوايت صوص، وده طاجن معمول بالوايت صوص جواه جمبري وكاليماري مع الوايت صوص. بعد كده بيتحط لك الجمبري وبلح البحر والجندوفلي من فوق، وبياخد بقى برضو ايه؟ موتزاريلا. ده بيبقى وايت صوص معمول بالبصل والفلفل مع الثوم، ويتحط عليهم بعد كده صوص البشاميل. بعد كده بيتعمل معاه كمان السي فود الجمبري والكاليماري. بعد كده بيتحط تاني عليه من فوق. يمكن ده لو انا هطلبه من غير بصل وفلفل. انا بالنسبه لي الوايت صوص ما بحبش فيه البصل والفلفل. اكتر حاجه مميزه انا شايفها ان طعم السي فود طاغي في كل حاجه، مش حاجه فاصله عن حاجه. ده بقى طاجن لا مؤاخذه سبيشال، مش لا مؤاخذه طاجن سبيشال. ده بيبقى فيه بطارخ وجمبري وبيض صبيط وصبيط نفسه وجمبري مع الوايت صوص، وبيتعمل بالصويا صوص مع البصل والفلفل، ويتحط كله على الوش من فوق. ناخد واحده بيض صبيط، كميه فسفور مرعبه. ده طاجن طعمه قوي شويه، توابل مع الصويا صوص كلها معززه في الطعم قوي. انت لو بتحب الحاجات الفليفر بتاعها هيكون هادي شويه، هتلاقي نفسك بتروح اللي هو الوايت صوص العادي اللي عليه جمبري ومحشي جمبري بصبيط مع بلح بحر وجندوفلي. ده بقى لو انت عايز اللي هو حس بطعم بقى اللي هو انتنس في كل حاجه كده، بطارخ مع بيض الصبيط مع الجمبري مع الكاليماري، كل دوت، وطعم الصويا صوص معزز الطعم حلو قوي. بس انت لو انت بتحبش السيزننج الزياده مش هتحبه، لو بتحب السيزننج الزياده والطغي قوي هتحبه قوي. ده بقى اللي هو ايه؟ الكيس الحراري. تمام، هو بيجي معاه صوصين، الليمون المعصفر والسبايسي صوص، بيجي معاه الرز والكيس بقى ده. فاحنا نعمل ايه؟ الرز في النص كده، نحاول نوزعه بس على قد ما نقدر. بقى ايه؟ رافعين الكيس ده كده عشان كل القطع بتخش في بعضها، احنا خرمناه برضو. ده بقى بيبقى كيس حراري جواه هو الميكس سي فود، بلح بحر مع جندوفلي مع جمبري مع كابوريا، كل ده بيستوي مع بعضه، بيعملوا في طاسه، بعد كده بيحطوا في كيس حراري ويقدموا بقى بنفس الطريقه دي. انت لو عايز تزود سبايس ممكن تزود من هنا، ممكن بقى لو عايز تاكله. هو ده بقى عاده ما بيتاكلش غير بالايد، ما بيتاكلش بالمعلقه خالص. تاخد بقى ايه؟ الجمبري مع الصوص، تبتدي بقى ايه؟ تغمس كل ده في بعضه كده. ممكن تروح مفضي عليهم برضو بلحية بحر. تاخد بقى كده الايه؟ اطعم كلها داخله في بعض، سنه مسكره شويه، تحس ان انت لو زودت سبايسي او ليمون معصفر برضه هيليق عليه شويه. فاحنا ممكن نعمل برضه تاني حاجه ثانيه، ناخد جمبريايه عليها بلحايه، نفضي فيها الكابوريايه، ونحط عليهم سنه سبايسي، نحط عليهم سنه ليمون معصفر، نميكس كل ده مع بعضه، نروح واخدين بلحية بحر كده. خطير. نلخص بقى التجربه كده قبل ما نبدا بقى ناكل بجد. انا متعود ان لو مؤاخذه فاست فود، هو قلب ان هو مش فاست فود خالص. يعني انت تحس ان انت لو عايز تعمل عزومه هتعملها هنا عادي بسهوله جدا. انا شايف صينيه زي ديت او المكرونه اللي هي الكبيره مع الكيس الحراري، حاجات كلها طعمها حلو وفليفر حلو وداخل كله مع بعضه وفريش ولطيف. انا انبسطت وحاسس ان انا لما جربت لا مؤاخذه من سنتين ونص دلوقتي اقوى، لان هو كان فاست فود قلب ان هو داين ان. حتى المكان بيبقى كبير قوي وتعرف تقعد فيه وتعرف تعمل عزومه فيه. فانا انبسطت بصراحه وعجبني قوي الاكل. وبقول لك ايه؟ اقفل بقى مصطفى.